لو دخلت كلية علوم هتشتغل إيه؟ ولا مفيش شغل أصلا؟ تعال أقول لك المجالات اللي ممكن تشتغل فيها بعد علوم، بس بشرط تكون ماشي صح. أول حاجة بيكون عندك تحاليل طبية، وده بيبقى لو تخصصك بيولوجي زي الدبلومة بتعملها بعد ما بتخلص. بتاخد دبلومة كيمياء عشان تقدر تفتح معمل التحاليل. غير كده بتشتغل في شركات الأدوية كمراقب جودة أو تشتغل في قسم البحث والتطوير. ممكن كمان تشتغل في معامل ومراكز الأبحاث. ممكن تشتغل في التغذية العلاجية لو أنت كيمياء حيوي أو ميكروبيولوجي. في المصانع إنك تشتغل في الجودة والإنتاج والسلامة المهنية. ممكن تشتغل في شركات البترول، شركات معالجة المية. تشتغل في التدريس أو كورسات أونلاين. تشتغل كميديكال ريب. ممكن تشتغل كباحث أكاديمي، ان انت تكمل ماجستير ودكتوراه، وده بيبقى ان انت تاخد منح ان انت تسافر. ممكن تشتغل في الطب الشرعي والبحث الجنائي. ممكن تشتغل في سلاح الحرب البيولوجية في الجيش، وده بيكون على حسب الاحتياج. ممكن تبدأ شركتك او مشروعك بنفسك. بس المهم ما تذاكرش وخلاص، اتعلم صح، طور نفسك، ابني سيرة قوية واخلق فرصتك بنفسك. ده كان بارت 3 من حياة كلية علوم. في الجزء الجاي هنتكلم عن أقسام الكلية. قول لي في الكومنت نبدأ بقسم ايه.